بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم معايا من مطبخي مطبخ طماطم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ أحلى آيس كريم شوكولاتة وأحلى آيس كريم فانيليا، وكمان منسيناش الستيك للأطفال الجمال. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف مع بعض الخطوات والمقادير. معايا كوبايتين لبن بقى بخيره وبالقشطة بتاعته، وكمان معايا كيس من اللبن البودر، باكل لبن بودر، ومعايا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وكمان كوبايه من السكر البودر. شايفين متلج اللبن متلج، لازم يكون متلج مش ساقع وبس. وهنضيف كمان السكر البودر وكمان الكريم شانتيه، ويستحسن انها تكون خام علشان تدينا نتيجه مظبوطه. اللبن ده بقى عايزه اقول لكم هيزيد لي ويضعف لي طعمه، كمان هيخليه جميل جدا وغني ومفيد اكتر واكتر. نسيت اقول لكم ان انا غيرت السلاح بتاع الكبه وحطيت المضرب. شايفين بقى القوام هايل جدا جدا، وفيه كمان مطه كده وجميل جدا. احلى ايس كريم من صنع ايدينا، وكمان لبن مش ميه، يعني حاجه حلوه ومفيده، وعارفين احنا كمان عاملينها ازاي وبايه. معايا كده علبه ايس كريم فضيت في الكيس الحلواني، وابتدي علشان اعرف املى علبه الايس كريم زي ما انتم شايفين كده، وحملاها كلها. كملت طبعا الباقي، وبعد كده بحط الغطيان بغطيها، وطبعا في الفريزر على طول. تمام جدا. نيجي بقى على الباقي. عندي بسكويت اوريو المعروف والمحبوب، هكسره بس تكسيره تكون كبيره مش رفيعه، مش تكسيره ناعمه، يعني تكسيره خشنه زي ما انتم شايفين على الايس كريم الفانيليا، وهغطيها ويدوب بس هي هتلف لفه واحده الكب عليها، يعني يتقلب في قلب الايس كريم، مش عايزاه انا يدوب خالص. انا عايزه قطع كده بيبقى جميل جدا وطعمه جميل خطير، كله بيحبوه بالطريقه دي. ايس كريم الاوريو. تمام. نيجي بقى على ايس كريم الشوكولاته الخطير. كوبايتين اللبن بخيره بالقشطه بتاعته، وكوبايه لبن بودر، كوبايه سكر بودر، وكمان معايا 2 دانت. لو مفيش دانت ممكن معلقتين كبار من الكاكاو الخام. وغيرت السناحه زي ما قلت لكم، وحطيت المضرب بتاع الكبه، وهضيف اللبن وكمان السكر البودر والكريم شانتيه الخام زي ما اتفقنا، وعلبتين الدانت. ممكن بقى احنا وشطارتنا نضيف الكاكاو الخام او الكاكاو المحلى، بس لو الخام هنضيف زيادة سكر شوية، هنزود السكر. وفي علبة كده محكمة، علبة من علب التلاجة او اي علبة عندي تكون ليها غطاها محكم، وهحطها بقى واغطيها كويس، واحطها في الفريزر ليلة كاملة او 6 ساعات على الاقل. معايا كده بقى خطير جدا الايس كريم بقى جاهز معايا زي ما انتم شايفين. ايس كريم شوكولاته وايس كريم فانيليا وايس كريم الاوريو. شايفين جميل جدا جدا ما شاء الله. يلا فرحوا الولاد واعملوها بخطوات بسيطه جدا، اعملوا لهم احلى ايس كريم من صنع ايديكم طبعا، وطبعا كله لبن ومغذي جدا للكبار والصغيرين ما شاء الله. يعني احنا عارفين بناكل ايه وبنعمل لهم ايه. ليلة كاملة في الفريزر او 6 ساعات على الاقل ويكون جاهز معايا. ده الايس كريم الشوكولاتة، ودلوقتي ده الايس كريم الاوريو. الراعي الرسمي للصيف زي ما احنا عارفين هو الايس كريم. انتي وشطارتك بقى تفنني وتزوقي براحتك خالص، اعملي لولادك. شايفين قطع البسكويت الاوريو لازم بتكون باينه كده وظاهره كده، بيكون جميل جدا ويطعم لي كمان الايس كريم اكتر واكتر.
وهنعمل دلوقتي مشكل كده الايس كريم والشوكولاته مع بعض للي حابين الايس كريم والشوكولاته، الفانيليا والشوكولاته. هيعجبكم جدا ان شاء الله لما تجربوه. ايس كريم بقى خطير، مش عايزه اقول لكم النتيجه هايله، طعامه وجمال مفيش بعد كده، يعني احسن من بره بكتير، وحاجه مفيده ومغذيه في نفس الوقت. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو سمحتوا. مستنيه رايكم في التعليقات. بالنسبه للتقديم انتي وشطارتك، بسكويتات، شوكولاتات، مكسرات، اللي موجود عندك اعمليه. يلا وبالهنا والشفا. ومعانا كمان الاستيك نقدمه للاطفال الحلوين الصغيرين. لو حابينه بالشوكولاته بنجيب شوكولاته خام وبنسيحها في بخار ميه في حمام ميه، وبحط فيه بيكون ايس كريم بالشوكولاته ويكون جاهز معايا. وبالهنا والشفا وصحه وراحه. لو عجبكم طبعا مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك لو سمحتوا. شكرا لكم جدا والسلام عليكم.